بدأ يتسرب اخبار ان الاهلي ممكن يوافق على العرض اللي جاي بتاع العرض بتاع قفشه. انا ما اتوقعش، انما في اخبار نزلت كده. خلينا نشوف اهو. الاهلي يتجه، ده موقع بطولات بيقول الاهلي يتجه للموافقه على انتقال قفشه الى نادي. انا بقول اهو وافتكروا الكلمتين دول. انا شايف ان الاهلي مش عايز، وشايف ان الكولر مش عايز، وان قفشه بالوكلاء بتوعه بيضغط. وانا بقول لقفشه الاحتراف انك تنقل نقله افضل. يعني المفترض اكون في النادي الاهلي، فلما اجي انقل حتى لو رحت الدوري السعودي اروح نادي مثلا الهلال، مش عشان خاطر بقلل من الباطن ابدا، مش ده الموضوع خالص يعني، انما لازم اروح تفيدني حاجه من الناحيه الفنيه. لكن قفشه عايز يمشي، انا ما اعرفش ليه، وهو مش مرتاح برضه، انا ما اعرفش ليه انه ما بيلعبش اساس. اصله مش فرض عين انك ما تلعبش اساس او تلعب اساس. امال محمد هاني يعمل ايه؟ امال ايمن اشرف يعمل ايه؟ يلا قفش، يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. بس خليص القرعه تاخده من الشعور. تعرفش قيمه امك اللي ما تعش مرات ابوك. اتكل الله عشان تعرف قيمه الاهلي والنعمه اللي انت فيها. خير سامسون الزمان. هو سامسون حياه الحاجه الجميله والدتك كنت ولد صغير، لعب كام ماتش؟ يطلع العظيم يا راجل، عيب بقى يا جماعه، عيب يا اعلام، عيب. فرصه اخيره ايه اهو اهو. تصور يا سامسون لعب ماتشين، اول ماتش جاب جون، وامبارح لعب ربع ساعه وامبارح ربع ساعه بالظبط كده. الفرصه الاخيره ليه؟ يعني انت يا ابني عامل في نفسك كده. وامبارح كان كويس والله يا باشا. يعني عايز مين قال لك انها الفرصه الاخيره؟ وبعدين انا بكلم كل جمهور الزمالك اهو، جمهور حلم. عندي احسن جونين في مصر، عواد وصف الولاد الصغيرين لما ياخدوا فرصه على فكره هيبقى زي دول بالظبط. في ناس كمان تحت في الناشئين كويس ما شاء الله. انا عندي حراسه مرمى جامد. نيجي بقى في المساكين. طب يا جماعه عندي محمد عبد الغني مساك، وعنده حسام مساك، وعندي الزناري مساك، وعنده حسام المسلوسي، حمزه المسلوسي مساك، وشبان هيرجع مساك، ومحمود علاء بتاعنا مساك. اجيب مساك ليه؟ انا عايز اعرف. والونش راجع ملك المساكين، امبراطور المساكين. عندي بقى 7 مساكين، اجيب مساك تاني ليه؟ ده احنا هنضحك ضحك على شويه 7 مساكين انت جايبهم دول السنه دي. هنكركر من الضحك.